حلاق بيعمل المستحيل علشان يرجع سلة زبالة اتسرقت منه بسبب ذكرى قديمة مربوطة بالسلة دي. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها جودي وهي قاعدة بتحكي عن أبوها العظيم اللي كرس كل حياته في تربيتها، وبتحكي إنها ما كانتش اجتماعية فبالتالي محدش كان بيحبها في مدرستها، وكان عندها مدرسة واحدة بس هي اللي بتدعمها واسمها صفا. وبتحكي عن سبب حب أبوها الجنوني ليها وهي إنها تعرضت لحادثة أمها ماتت فيها وعاشت هي بسبب باسكت زبالة وقع عليها وأنقذ حياتها. ومن كتر حب أبوها ليها خد الباسكت وسماه لكشمي واهتم برعاية بنته واشتغل حلاق في محل صغير، لحد ما بيجي يوم لما بيستدعي المدير جوتي وبيقول لها إن في طالب بيحط كحول في مشروبات المدرسة للطلاب وإنه عارف إنها هي. وبيوصل أبوها وبيقول للمدير إن بنته مستحيل تعمل كده وإنه متأكد من كلامه. وبيفضل المدير مصر على موقفه لحد ما بتيجي صفا وبتقوله إنها جابت الولد المتسبب في الحوار ده وبتقوله عليه وبتديله كمان فيديو إثبات. وبيتعصب المدير على المدرسين اللي اتهموا البنت، بس الأب بيرفض يخرج من المكان من غير ما يعتذر لجوتي لأنه افترى عليها. فبيقول له المدير إنه مش هيعتذر ولو مسكتش هيجيب الأمن وهيخليه يرميه بره. وبيبدأ كمان يمسك في عمود من عمدان المكتب وبيمسك فيه لحد ما العمود كان هيقع وبيقع المكتب معاه. فبيضطر المدير إنه يعتذر وبيخرج الأب من المكان وهو مبسوط مع بنته. وبتقول له جوتي إنها مسافرة مع أصحابها لمدة أسبوع ووقتها تبقى تكلمه فيديو علشان يطمن عليها. وبيروح مهراجة وبيوصل بنته الأتوبيس وبيرجع البيت. وبعد فترة جوه بيت مهراجة بيكون فاقد الوعي والبيت كله مقلوب ومضروب من ملثمين. وبعد كده بيظهر مهراجة في اسم الشرطة وهو بيبلغ إن في ملثمين لما رجع البيت لقاهم فيه وإنهم قعدوا يضربوه وفي واحد ضربه بحاجة على دماغه علشان كده فقد الوعي. وبيسأله الضابط لو كان في حاجة اتسرقت فبيقوله إن لكشمي اتسرقت وبيستغرب الضابط من كلامه. ولما بيقوله مهراجة إنه بيتكلم بجد بيطرد من الاسم وبيفتكروا الضابط إنه مجنون بس بيفضل مهراجة متمسك بكلامه. وبيقول للضابط إنه عاوز لكشمي ترجع له وبيقول له إنه عاوزها ترجع قبل ما بنته ترجع من السفر. وبيدخل الاسم وبيتخانق مع كل اللي فيه وبيخرج ومعاه تعبان وبيقول لهم إنه هيخليه يقتلهم كلهم لو ما ساعدوهوش. وبيقول لهم إنه عاوز لكشمي وبيقول له الضابط يسيب اللي في إيديه وهم هيساعدوه. وفي الوقت نفسه بتكون الشرطة بيحققوا في جريمة سرقة ذهب من شخص مهم شغال في وظيفة مهمة في مكتب اسمه المكتب الإقليمي للنقل العام. وبتقدر الشرطة إنها تلاقي الذهب بتاعه بس بيكون الذهب ده مزور. وبيكون الضابط شاكك في الراجل ده بسبب تكلفة البيت الكبيرة والغالية جدا واللي معدية 70 مليون، وده ما بيكونش متوافق مع مرتبه اللي بياخده وبيقبض الضابط عليه بسبب شكوكه في إنه حرامي. وبيكون مهرجة في الوقت ده بيقدم بلاغ عن سرقة لكشمي في اسم تاني وبيتريقوا عليه برضه وبيكونوا شايفين إن الموضوع تافه جدا. فبيقرر مهرجة إنه هيقدم رشوة للضابط واللي بتكون عربية بيقول له إنه موافق وهيلاقي السلة بتاعته أكيد. وبياخد مهرجة المفتش المرتشي لبيته وبيكون المفتش ده فاكر السلة دي معدن غالي أو أي حاجة الراجل مخبي فيها مجوهرات. وبيكون مهرجة واقف قدام بيته وبتبعت له جوتي فيديو وبتقول له فيه إيه اللي بيحصل لها في المعسكر وبتسأله عن لكشمي بتقول له يصورها علشان تشوفها هي كمان. في نفس الوقت ده بيسأل المفتش مهرجة لو كان بيتهم حد. في الوقت ده بيظهر شخص اسمه سيلفي وهو بيسرق دهب من بيت وبيكون قاعدين قدام البيت ده واحدة وبنتها وهم بيعيطوا. وبيكون سيلفي عنده عادة انه يطبخ في كل بيت بيسرقه. وبعد ما بيخلص اكل بيأمر المساعد بتاعه انه يعتدي على البنت وامها. وبيروح سيلفي بعد ما بيخلص كل حاجة يفتح الغاز وبيرمي الولاعة وبيولع في البيت باللي فيه. وعند مهرجة بيكون شغال مرمطون في الاسم وبيجيب لهم كل طلباتهم علشان يشتغلوا على القضية بتاعت السرقة بتاعته وبيكونوا كمان بينادوا عليه باسم سلة الزبالة. بس واحد منهم بيوقفه وبيقول له إنهم هيفضلوا يعاملوه وحش وهياخدوا فلوسه كمان. وبيقول له نصيحة منه إنه يمشي ويسيبه من موضوع السلة ده. لكن المفتش بيقول لمهرجة إنه هيدور على السلة وبيطلب منه يروح يكمل شغله ويجيب لهم الطلبات بتاعتهم. وبيظهر سيلفي وهو عند واحد وبيطلب منه يدور على سلة المواصفات بتاعت لكشي. وبنعرف إنه متفق مع المفتش وبيداري كل جرايمه. وبيجي واحد وبيبلغ عن اختفاء صاحبه وبيدي كل معلوماته للضابط علشان يلاقيه. وبيبص مهراجة على صورة الشخص ده وبيشوف في الصورة ورقة اللي كان لقاها في بيته بعد السرقة وما كانش لاقيلها لازمة.
وبالليل بيظهر واحد شكله شخص مهم وهو داخل معرض عربيات وبيقول لهم إن في نضارة شمس من بتوعه اتسرقت من العربية، واللي سرقها يرجعها لأنها نضارة الممثل المفضل بتاعه. وبيقول لهم إن النضارة دي بالنسبة له زي عينيه بالظبط. وبيسأل رئيس المعرض لو يعرف حد من اللي أخد النضارة وبيديهم فرصة إنهم يرجعوا النضارة لحد الصبح. وبيدخل في الوقت ده واحد اسمه دان وبيقول للراجل صاحب المعرض إنه عاوز النضارة وهيديهم فرصة يرجعوها لحد بكرة الصبح. وبالليل بيدخل دان على صاحب النضارة وبيفضل يضربه وبيكسر النضارة قدامه. وبعد ما بيقتله دان بيركب الموتوسيكل وبيمشي مهرجة هو كمان وراه لحد ما بيوصلوا المصنع قديم، وبيدخل مهرجة وراه لحد ما بيلاقي كل الرجالة اللي في المصنع اتلموا عليه وعمالين يضربوا فيه. وبيعرف دان ان ده الراجل اللي سرقوه، وبيقول له انهم كانوا المفروض يقتلوه بس سابوه وجه الوقت اللي يصلحوا فيه غلطهم. وبيطلب دان من رجالته انهم يقتلوا مهرجة، وبيحاول مهرجة يدافع عن نفسه وبيضربهم كلهم وبيطلع سكينة من جيبه وبيهددهم بيه، وبيقول لهم انه هيقتل دان بس لانه مش عاوز عيلتهم يجرالها حاجة. وبيمسك دان وبيحاول يضربه ضربة شديدة جدا، بيقع بعدها دان في الارض وما بيتنفس. وبياخدوا مهراج على الاسم علشان يخلص عليه. وبيشوف وقتها رئيس دان جاي يقدم فيه بلاغ، وبيكون سيلفي بيدور في كل المحلات على سلة شبه سلة المهراجة، ولما ما بيلاقيش زيها بيروح لواحد بتاع حديد وبيديله تصميم السلة وبيقول له يعمل زيها في أسرع وقت. فبيقول له الراجل إنها تكون جاهزة في خلال يومين. وبعد ما بيمشي سيلفي من عند الراجل بيروح علشان يشتري هدية لعيد ميلاد بنته وبيجيب لها سلسلة ألماظ. وبتكون مراته مستغربة هو جاب فلوسها فبيقول لها انه جاب الفلوس من شغله ومش عاوز يحرم بنته من اي حاجة خالص. وبيروح بعدها علشان يظبط نفسه علشان العيد ميلاد، وبيروح علشان يحلق، وبالصدفة بيروح يحلق في المكان اللي مهراجة شغال فيه. وبيتصل على سيلفي واحد اسمه صبري، وده بيكون شريكه اللي بينفذ معاه جرايمهم، وبيقول له ان الرئيس بيتكلم عن الجرايم بتاعتهم وان الشرطة كمان اكتشفوا اللي بيعملوه وقربوا يقبضوا عليهم. فبيقول له ما يشيلش هم وبيمسك الجورنال علشان يقرا فيه، وبيقول له ممكن حد تاني هو اللي يشيل الجرايم دي مكانهم، وبيقول له ما يركزش كتير ويجهز علشان العملية الجديدة. ولما بيخلص وبيبص وراه وبيشوف ان مهراجة واقف، وبيرجع سيلفي على البيت وبيكون متوتر جدا بسبب اللي حصل، وبيتصل بصبري وبيقول له ان الراجل الحلاق سمع كل حاجة قالوها. فبيقول له صبري انهم لازم يقتلوه قبل ما يبلغ عليهم. وبتيجي مراته وبتقول له ان السلسله بتاعت بنته ضايعه ومش لاقياها، وبيفتكر وقتها سيلفي انه نسيها عند الحلاق. وبياخد صبري وبيقول له يروح معاه عند الحلاق، وقبل ما يتحركوا بتهجم الشرطه على المكان وبيقبضوا عليهم. وبيكون مع الشرطه مهراجة وبنعرف ان هو اللي بلغ عنهم، وبيتفضح سيلفي في المكان كله انه حرامي. وبيمسك صبري مسدس بسرعه وبشرطه بيه وبيقول لسيلفي يهرب، بس سيلفي الهروب، بس صبري بيضرب شرطي بالنار وبيضرب واحد تاني وبيقع على الارض ميت، وبيتقبض على سيلفي بتهم جدا. وفي الوقت ده بتكون جوتي خلصت معسكرها وبتقول له انها ترجع بالليل، وبتطلب منه كمان يشتري جزمة جديدة ليها شبه بتاعتها لان بتاعتها اتقطعت. وعند المفتش المرتشي بتكون السلة اتعملت، وبيقول لهم يخلوا فيها اي حاجة تاني مش جديدة، وبيقول لهم انه لحد ما يقبضوا عليه وخدوا كل. وبيحاول المفتش يدور على مهراجة يقول له انهم قبضوا عليه ولقوا معاه وبيرفض كل مجرم لما بيعرف انه هيعترف انه هيتمسك علشان سرق سلة زبالة، لحد ما بيوافق واحد وبتكون اوصافه شبه المهراجة وبيمثلوا الجريمة، بيحفظوا المجرم اللي هيقولوا بالظبط وهم بيقولوا الجريمة. وفي الوقت ده بتكون جوتي بنت مهراجة خلصت وراجعة في الأوضة، ولما بتدخل البيت بتروح علشان تغير لبسها وتشوف دان بيهجم عليها، وبنعرف إنه لسه عايش وبيحبسوها في الأوضة بعد ما وبيكون سيلفي بره وبيطبخ زي ما بيطبخ في كل بيت بيدخله، وبيبعت الخادم وبيعتدي على جوتي. في الوقت ده بيكون مهراجة بيدور على جزمة لبنته اللي طلبتها بس ما بيلاقيش اللون ده، وبياخد لون تاني وبيرجع البيت علشان يفرح بنته ويشوفها لأنها وحشة، وبيفضل ينادي عليها. ولما بيسمع صوت صراخها بيدخل الأوضة بسرعة، ولما بيشوفها بينهار وبيتعب وبيكسر في البيت كله وبياخدها بسرعة على المستشفى. وبتكون لسه عايشة ويسألوه مين اللي عمل كده وهو عمال بيعيط بسبب اللي حصل لبنته. وتاني يوم بيروح المفتش للبيت وبيدي لسيلفي السلة اللي هم عملوها، وما بيركزش مهراجة بسبب اللي حصل لبنته، وبيجيبوا المجرم اللي أجروها علشان يمثل الجريمة. وبعد ما بيطلب المفتش من مهراجة الفلوس فقوا عليه مهراجة بيطلب منهم يتكلم مع المجرم الأول،
وبيقول له ما يعملش اللي عمله تاني لأنه كان مؤلم جدا بالنسبة لهم. وبيدخل المفتش وبيسأله يعملوا ايه مع المجرم، وبيقول له انه مسامحه ويسيبه يمشي. بيفضل المفتش لحد ما يقول له هتسامحه حتى لو اعتدى على بنتك. وبيعرف ان الضابط عرف موضوع بنته، وبيعرف من سيلفي هو اخر كان فاضل من العصابه. بيتجنن مهرجة وبياخد سلاح من المفتش وبيخرجوا وبيقفلوا الباب على مهرجة والمجرم، وبيفضل مهرجة يهجم عليه في كل مكان في جسمه لحد ما بيموت. وبعدها بيروح لسيلفي وبياخده لمبنى مهجور، وبتجيب المدرسة جوتي لمكان أبوها وبتتكلم معاه وبتقول له إنها عايزة تلم مع سيلفي، وبتقول له إنها عارفة إنه كان جاي علشان سلة الأرض وبترميها له على الأرض. وبتقول له إنه لو كان عنده بنت كان لازم يفكر هي بتشال سيئة من البشر إزاي وهي ماشية كل يوم. وبيروح مهرجة لبيت مرات سيلفي يرجع لها حرامي تتبرع بس. وبتكون جوتي خلصت كل كلامها مع سيلفي، وبيفتكر وهي بحادثة تعرض لها هو ومراته وبناته الاتنين، واحدة ماتت وفضلت عايشة كان في علامات، وبتكون دي نفس العلامات اللي على ظهر جوتي. وبيعرف وقتها ان جوتي دي بنته مش بنت مهراجة، وبيترجى مهراجة انه يجيب البنت علشان يتكلم معاها تاني، بس بيرفض مهراجة وبيسيبه وبيمشي. وقتها بيعرف سيلفي كل اللي حصل ده وكل اللي عمله كان بيعمله في بنته، وان الحادثة اللي حصلت زمان كانت موجودة فيها بنت سيلفي مش بنت مهراجة، وان اللي عمله في الناس اتردله في بنته. وبيفضل يزحف على الارض بسبب الجروح اللي في رجله، وبيرمي نفسه من المبنى لانه معرفش يوصل لجوتي ولا يتكلم معاها تاني، وإن عمره ما هيعرف يتخطى إنه كان سبب رئيسي في اللي حصل لها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك وكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.